كنت دايما لما اروح عند اهلي واحكي لهم قد ايه جوزي انسان كويس وبيعاملني احسن معامله، كنت احس ان اختي بتتغير وتتعصب من غير سبب، لكن ما كنتش بظن ظن وحش، ودايما كنت بحاول اقرب منها وصاحبها، خصوصا ان فرق السن بينا 3 سنين بس. كنت دايما اعمل اكل بتحبه واعزمها عندي لوحدها ونسهر سوا عشان افرحها، وفعلا قربنا من بعض شويه، لكن ما كنتش اعرف ان القرب ده ورا كل الحقد ده. هعرفكم بنفسي. انا الاخت الكبيره وعندي اخت كمان، وكانت دايما حاسه ان فيه اهتمام اكتر بيا. اختي كان اسمها داليا، دايما كنت بحس بغيرتها مني من واحنا صغيرين، لكن كلها كانت مواقف صغيره زي انها تطلق شاي على كراستي او تبوظ لي لعبي. كنت بحاول دايما ان استوعبها لاني الكبيره ولاني فعلا بحبها، لكني عمري ما كنت اتوقع انها تعمل فيا كده وتعيشني حكايه بشعه بالشكل ده. حكايتي بدات لما كنت متفوقه دايما في دراستي ودخلت الجامعه. وقتها اتعرفت على شاب، وبعد فتره اعترف لي بحبه، لكن قال لي انه معهوش اي حاجه، ولا شقه ولا فلوس، وده كان طبيعي عشان كنا لسه طلبه. ورغم كده، ورغم ان اهلي ما كانوش موافقين عشان هو لسه طالب، بس حددهم واتخطبت له، وقفت معاه واستنيته لحد ما خلصنا الجامعه. اشتغل حاجات كتير جدا لحد ما اتثبت في شركه كبيره وجهز نفسه واتجوز. كنا عايشين حياة جميلة من أيام الخطوبة، وأنا كنت أوقات بلاقي على تليفونه صور مش محترمة، لكني كنت بتجاوز وبقول مادام هو معايا ومش بيعمل أي حاجة تقلق خلاص. وكنت بحاول ألفت نظره بالتلميح، وهو وقتها كان بيبين إنه مكسوف وخجلان مني. بعد 2 جواز بقيت حامل، وكانت داليا أختي بتيجي تقعد معايا أوقات الحمل، وبعد ما جبت بنتي كمان. بعد سنة تقريبا كنت زهقانة ومرهقة من بعد الحمل والولادة. جوزي عرض عليا نطلع مصيف، فقلت اخد اختي معايا تغير جو، وهنا بدأت الكارثة اللي هتقلب حياتي كلها. وفعلا سافرنا، وكانوا يومين حلوين جدا وكلنا انبسطنا. بعدها لاحظت ان جوزي اتغير معايا شوية، لكن انا برضو كنت مركزة جدا مع بنتي وبرعايتها، خصوصا انها كانت ضعيفة شوية ومحتاجة اهتمام كبير. حاولت افهم ماله، لكن كان دايما بيتهرب مني. وفي يوم وبدون اي مقدمات جه وقال لي انه مش عايز يكمل معايا، وقال لي خدي البنت وروحي لبيت اهلك. فعلا رحت لبيت اهلي وكانوا مصدومين. ليه يعمل كده؟ احنا كانت حياتنا جميلة ومستقرة. بس قلت لا، اكيد يومين وهيجي ياخدني وترجع حياتنا تاني. ولكن اتفاجئت انه بعتلي ورقتي بعد اسبوعين بس. اتقهرت على بنتي اكتر من نفسي، وكنت مستعدة اعمل اي حاجة بس بنتي ما تترباش من غير اب. ولكن ما كانش فيه امل. عدت الايام وانا اب وام وبحاول اربي بنتي احسن تربية، وده مش اصعب جزء في الابتلاء اللي انا فيه، لان اللي جاي كان مستحيل اتخيله باي حال. لاحظت حركات ونقاشات على المداري كده في البيت، وكل ما اسال فيه ايه محدش يجاوب، لحد ما عرفت ان طليقي عايز يتجوز اختي. والكارثه انها موافقه عادي. ازاي وامتى؟ في الاول كان اهلي مش موافقين، لكن بعد زن منها حسيت ان هما بدأوا يلينوا، خصوصا انها هددتهم بالفضيحه شويه والانتحار شويه. وبعد فتره حسيت ماما بتنزل كتير يشتروا حاجات لاختي، وكلامهم كله غامض وبيداروا عليا، وانا الشك كان هيموتني. معقول؟ لا اكيد مش هيعملوا معايا كده. وبعد حوالي 3 شهور قالوا لي ان اختي هتسافر شهر تبع شغلها. ساعتها اتأكدت كل شكوكي، خصوصا ان اهلي عمرهم ما يوافقوا ان حد فينا يطلع شهر برا البيت. ولكن سكت. وبعد ما اختي مشيت من البيت، ماما بلغتني بكل بساطة انها اتجوزت طليقي اللي رماني انا وبنتي. فكرت اخد بنتي واسيب لهم البيت، بس هروح فين وانا حتى ما بشتغلش ومعرفش اصرف على نفسي ولا على بنتي؟ قررت انزل اشتغل. وابتدت اختي بعد فترة تيجي البيت هي وطليقي ويسهروا ومتعايشين كأن مفيش اي حاجة حصلت. بس انا قاومت احساس القهر اللي جوايا، ونزلت واشتغلت واعتمدت على نفسي. وعدى وقت وبقيت فعلا معتمدة على نفسي، ومن شغلي قدرت اوفر ايجار شقة. استقليت ببنتي بعد ما بقيت ناجحة وقوية ومش محتاجة لحد. رغم ان اللي فات كان كله مفاجآت، لكن المفاجأة الكبيرة واللي انا مش عارفة هي سعيدة ولا لأ، اني لقيت الاستاذ في يوم بعتلي رسالة طويلة بيعتذر فيها عن كل اللي فات. ومن بعدها لا الرسائل وقفت ولا مفاجآته ليا في مكان شغلي وقفت. وطبعا بيطلب اننا نرجع لبعض تاني، وانا محتارة مش عارفة ارجع له، وانا عارفة انه انسان هوائي وتافه وبتاع نفسه عشان يطلقها وابقى عايشتها نفس الاحساس اللي حسستهولي، وكمان عشان خاطر بنتي تتربى في اسرة سوية، ولا اكمل حياتي بعيد عنهم وانا قوية ومش محتاجة لحد. لكن بكده هبقى بحرم بنتي من وجود اب في حياتها. قولولي شايفين ايه؟ بمنتهى الصراحة.